وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. بص، صلي على النبي وحاول تفهم الفيديو ده كويس جدا، او حاول تفهم الكلام اللي انا هقوله لك ده وركز فيه. باذن الله دي هتكون اكتر الاسئله اللي بتشتتك، او دي الحاجات اللي مش عارف هل انت كده ماشي فيها صح ولا غلط. فصلي على النبي كده وركز معايا. عايز بس اكد عليك، اتاكد انك مشترك في القناه عشان الفيديو اللي ارفعه يوصل لك. يعني انت لو بتتفرج على الفيديو ده النهارده فكده ده ميعاده الصح، متاخر عن كده هيكون ملوش اي لازمه. طب نيجي بقى كده لاول سؤال، انت تحل لوحدك ولا تحل مع المستر؟ بص ركز في اللي انا بقوله لك، اوعى تحل لوحدك. في الفتره دي ما تحلش لوحدك لان ده تضييع وقت. وانا في وقتك دلوقتي كنت بجيب الورقه والقلم واقعد مع المستر بيقول حاجه مهمه ببدا اكتبها من المحاضره، المستر بيشرح او بيختار الاجابه ببدا ان انا اختار الاجابه. كنت بس بعمل خطوه واحده بس هي اللي كانت بتفرق معايا، وهي ايه؟ انا الفيديو شغال بتاع الحل ببدا ان انا اختار الاجابه قبل ما المستر ما يحل. يعني انا في خلال 30 ثانيه 15 ثانيه ببدا ان انا اختار الاجابه، بعد كده اشوف حل المستر. انما ان انا اقعد مثلا لو 100 سؤال احل ال 100 سؤال لوحدي، بعد كده اخش اشوف المستر هيحل ال 100 سؤال ازاي، ده تضييع وقت بنسبه مليون في الميه. لازم تتعامل بذكاء، واي حاجه حاسس ان هي مش هتفيدك او هي مجرد زيادات ابعد عنها، لان انت بص محتاج لكل دقيقه في الوقت ده. طب نيجي برضو لحاجه تانية مهمه، المواد اللي ما بتضافش للمجموع بتذاكرها لوحديها ولا بتذاكر معاها مواد تانية؟ خصوصا ان ده الوقت اللي المفروض انت تذاكر فيه المواد اللي ما بتضافش للمجموع. عايز بس اقول لك على حاجه الاول، لو لسه ما اتفرجتش على التربيه الوطنيه او مثلا انت مش فاهم ايه التربيه الوطنيه دي، ميس اسماء فوزي منزله لك فيديو مراجعه كامله للتربيه الوطنيه، هو فيديو واحد تقريبا ساعه ونص او ساعتين في كل حاجه عن التربيه الوطنيه. باذن الله لو اتفرجت عليها هيكون كافي جدا انك خلاص تبقى فاهم الماده بتتكلم عن ايه. وكمان المس لو انت ادبي فهي منزله لك مراجعات فلسفه ومراجعات علم نفس موجوده على قناه اليوتيوب، هسيب لك لينك القناه عشان لو انت طالب ادبي تخش وتتفرج على المراجعات دي. ولو عندك اجزاء مراكمها في الفلسفه وعلم النفس فليها برضو ابلكيشن عليه كل المحاضرات مجانيه بدون مقابل. وهسيب لك برضو فيديو مراجعه اقتصاد وطبعا التربيه الدينيه مستر محمد صلاح ومستر رضا الفاروق منزلين لك الفيديوهات بتاعتها. طب ركز بقى كويس جدا، وانت بتذاكر المواد اللي ما بتضافش للمجموع ما بتذاكرهاش لوحديها. يعني مثلا بتذاكر الماده في جزء من اليوم وبتذاكر في بقيه اليوم جزء من السبع مواد الاساسيه اللي عليك، لازم تعمل كده. طب افضل حاجه تعملها ايه؟ بص انت عارف مثلا انك تقدر تلم الفرنساوي ليالي الامتحان، تقدر تلم الانجليزي باذن الله لو كنت بتذاكره او كنت انت حلو فيه تقدر تلمه في ليالي الامتحان. الجيولوجيا والعربي باذن الله برضه هتقدر تلمهم في ليالي الامتحان. كيمياء فيزياء احياء رياضه تاريخ دي مواد صعبه، فانت المفروض بقى وانت بتذاكر المواد اللي ما بتضافش للمجموع بتذاكر جنبيهم المواد دي. بص عشان كده بقول لك اتعامل بذكاء، هي الفتره دي محتاجه كده. انت دلوقتي اهو بتذاكر الماده ما بتضافش للمجموع، ما تقعدش فيها طول اليوم. يعني انت مثلا بتذاكر اقتصاد ما تقعدش في الاقتصاد طول اليوم، لا، خد مثلا جنبه فيزياء، خد جنبه تاريخ، ذاكر حاجات من اللي انت مراكمها او الاجزاء الصعبه زي مثلا الاجهزه في الباب الثاني. عندك مثلا في الكيمياء حل كيمياء عضويه كتير. معلش ان ممكن اكون بتكلم بسرعه بس عشان ما اطولش عليك. الماده اللي ما بتضافش للمجموع ما تذاكرهاش لوحديها وذاكر معاها ماده تانية من المواد الاساسيه، ومواد تكون انت مراكمها. يعني مثلا ما تروحش تذاكر عربي وانت خلاص بعديها بيومين هتبقى بتذاكر عربي بقى عشان ليالي الامتحان بتاعته. انت مثلا تذاكر ماده هتكون ليالي الامتحانات بتاعتها قليله وماده صعبه زي مثلا الفيزياء. تعالى بقى دلوقتي اقول لك على حاجه والله دي اللي فرقت معايا وانا بحل، وباذن الله دي اللي هتفرق معاك. انت مثلا دلوقتي قدامك سؤال، تمام؟ اوعى تروح بعد ما تقرا السؤال تشوف الاختيارات بتقول ايه. انت دلوقتي قدامك السؤال ماشي، اقرا السؤال وحل السؤال بره او حله في دماغك، بعد كده روح للاختيارات. انما مثلا ما تقراش السؤال، يعني هو بيقول لك 2 في 2 بكام، ما تروحش تشوف الاختيارات مكتوب بقى 2 ولا 4 ولا 0 ولا 8. اوعى تعمل كده، حل انت السؤال الاول بعد كده روح شوف الاختيارات. طب كويس، انت بقى ليه تعمل كده؟ عشان برضو انت تقتنع. انت دلوقتي لما تروح تشوف الاختيارات لو جيت تشوف اي سؤال وانت بتحل بتلاقي ان الاختيارات قريبه من بعض جدا، فانت لو عارف السؤال اصلا هتنزل تشوف الاختيارات هتلاقيها شبه بعض، مش هتبقى عارف تختار انهي اختيار اللي هو الصح. انما لما انت تحل بره السؤال وتجيب الاجابه من بره وتخش تلاقيها تختار على طول، وهنا بتبقى بنسبه كبيره قوي دي الاجابه الصح. جرب الطريقه دي ووالله ما هتندم، وخليك واثق في كل كلمه انا بقولها لك قبل ما تحل.
اوعى تروح تقرا الاجابات، ممكن السؤال يكون سهل بس تلاقي الاجابات شبه بعض، انت ما تعرفش تحل وتقول دي الاسئله صعبه، وتلاقي غيرك بيقول الاسئله سهله. بتبقى في النقطه دي بقى. طب لو انت مراكم اجزاء كتير، ودي والله يعني الحاجات اللي انا كنت بعملها، انت دلوقتي مثلا مراكم كيمياء ومراكم فيزياء، لو انت ادبي مراكم تاريخ ومراكم حاجات كتير قوي، طب تعمل ايه بالراحه كده؟ اقعد مع نفسك، ما تخليش نفسك عايش في وضع التشتيت او وضع التوهان اللي انت فيه. اقعد جمع السبع مواد، ابدا انا عندي في الانجليزي مراكم كذا، عندي في الكيمياء مراكم كذا، في الرياضه مراكم كذا، وابدا جمع كل الحاجات اللي انت مراكمها، واحسب قدامك كام يوم. يعني انت مثلا عرفت الاجزاء اللي انت مراكمها، اقعد بقى قول واحسب انت المفروض تذاكر الاجزاء دي في قد ايه. ويعني كانت في الفتره دي من اكتر الحاجات اللي كنت بعملها وكانت بتفيدني، وهو ان انا مثلا كنت اشوف الاجزاء اللي انا مراكمها واقول انا في اليوم ده هخلص الماده دي كلها في الاجزاء اللي انا مراكمها. بص اقعد حدد الاجزاء اللي انت مراكمها وقسمها على الايام، ان شاء الله لو هتخلص الماده في يوم. وانا والله كنت بعمل كده. يعني انا مثلا كنت اقول انا النهارده مثلا مراكم الباب الثاني في الفيزياء والخامس والسادس في الحديثه، يبقى انا هقعد، انا بديك مثال، يبقى انا هقعد النهارده اخلصهم كلهم، مش هنام غير لما اليوم يخلص. تاني يوم اكمل الاجزاء اللي مراكمها في الكيمياء وهكذا. طب تعالى لاكتر حاجه مهمه. انت ممكن تقول لنفسك ما هو انا لما اجمع كل الكم ده اكيد مش هتساوى زي اللي خد جزء وذاكره بالتفصيل وكده. اكيد انا لما اجمع الكم كله على بعضه مش هبقى فاهمه. طب والله من خلال تجربتي اهو، انا في اجزاء اقسم بالله ذاكرتها في ليالي الامتحان. زي انا كنت ما بقول لك في بابين انا ذاكرتهم في ليالي الامتحان، الباب السابع والباب الثامن في الفيزياء. عبد الرحمن صاحبي واحنا رايحين الامتحان كنا بنراجع انا وهو سوا، فاكر مثلا كذا ومش عارف ايه. دخلنا الامتحان، الاسئله اللي جت انا حليتها وجبتها صح، والاسئله اللي جت برضو هو حلها وجابها صح، وهو كان مذاكر البابين دول من اول السنه وانا ذاكرتهم في ليالي الامتحان. هل هنا هي ليها علاقه؟ ملهاش اي علاقه. اللي ذاكر من الاول كده نسي، فهو في ليالي الامتحان بيراجع. فانت لما تجتهد بس وتدوس على نفسك شويه وتزود تركيزك وتجيب الحاجه دي، والله بنسبه كبيره بتبقى انتوا الاتنين زي بعض. اوعى تحط نفسك في موضع تشتيت ان هو انا طالما باخد جزء كامل على بعضه او جزء كبير على بعضه مش هبقى كويس فيه. والله ما بتبقى كده خالص. اهم حاجه انك لو في جزء وراك ما تسيبوش غير لما تفهمه او لما تخلصه. طب ده هيحصل ازاي؟ وهو ان انت تضغط نفسك جامد، لازم تضغط نفسك. طب هفهمك برضو كده حاجات صغيره بسرعه. ما تذاكرش في دوشه، وما تقولش انا هذاكر في دوشه عشان اتعود على النظام اللي هيبقى في اللجنه. النظام اللي هيبقى في اللجنه انت هتبقى قاعد في هدوء، مش هيبقى فيه اي دوشه غير اخر 5 دقائق وانتوا مثلا بتلموا الورق. انما طول ما انت في اللجنه في هدوء، كل واحد قاعد مركز في ورقته وانت برضو هكذا. ده النظام اللي انت هتبقى ماشي بيه. حاجه تانية مهمه، لو ناوي انك تنام وتصحى تكمل مذاكره قبل الامتحان، بص يبقى تخلي جزء انت هتقوم تذاكره جديد، يعني جزء جديد انت هتقوم تذاكره قبل الامتحان. انما اسمع نصيحتي وركز بالله عليك، اوعى تقوم من النوم تراجع الماده كامله قبل ما تروح الامتحان. هتحس نفسك انك تايه والمعلومات كلها مشتته ومش هتقدر تجمع اي حاجه وثقتك في نفسك هتقل. انت قوم حدد بس جزء معين انت هتقوم تذاكر الجزء ده بس وتروح الامتحان. كده انا يعتبر كلمتك على اهم النصايح اللي انت محتاجها في الفتره دي. اتاكد انك مشترك في القناه، وفي الفتره الجايه باذن الله هنزل لك فيديوهات بص هتفيدك جدا وفي وقت قليل زي ما انا ما بعملها كده. عايزك بالله عليك خليك واثق في كلامي وركز فيه وطبقه، وانت هتشوف النتيجه بنفسك. وبجد والله من كل قلبي ربنا معاكم، لان عارف ان انت في الفتره دي مشتت جدا ومش عارف انت صح ولا غلط وكل الكلام ده. بس باذن الله هتعرف ان ربنا ميسر لك الامور كويس جدا، وهتعرف ده في الاخر. لو وصلت بقى للحظه دي في الفيديو فما تنساش انك تصلي على النبي.